السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي الكرام. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بأتم الصحة والعافية وتكونوا بألف خير. مرحبا بكم في قناة شيوات منيا إيناس، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم واحد الطلبية ديال جوج بسيطلات ديال الدجاج حلوة بالدجاج واللوز. طلبية ديال جوج بسيطلات، وانا غنشارك معكم المقادير وطريقه التحضير ديال بسيطله وحده، يعني بسطيله وحده الرقم ديال 36، يعني البسطيله اللي موين ماشي الكبيره، ديال 36. غنشارك معكم المقادير وطريقه التحضير من الالف الى الياء. بسطيله اللي كتجي هماويه وكتجي لذيذه وكتجي ناجحه 100% وكتحمر الوجه. جميع التفاصيل، الطريقه باش غادي نخدموا هذه البسطيله والطريقه ديال باش غنعمروها وكذلك باش زيناها. نتمنى تشاهدوا الفيديو حتى الاخير باش تعم الافاده، وما تنسونيش من لايك والتعليق ديالكم المحفزه، ونتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاهل والاصدقاء، ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه هنا كنحتاجوا الدجاج اللي كيكون مغسول ومنقي. من الافضل يكون فايت بيت عندنا في الفريغو باش كيجي داك الدجاج فتي وما كيجيش قاصح. الا كان الدجاج يلاه مذبوح في نهارو ومغسول في نهارو كيجي شويه الصدر حاشف وكتجي بسطيله من الداخل شويه ناشفه. داكشي علاش خصنا نكونوا مغاسلينو ومخلينه حتى الغد ان شاء الله عاد نطيبوه، يعني كنغسلوه وننظفوه قبل. المهم هنا في هذه البسطيله اللي الرقم ديالها 36 كنحتاجوا ل2 كيلو ونص حتى 3 كيلو ديال الدجاج. 2 كيلو ونص حتى 3 كيلو ديال الدجاج. هنا غنضيف واحد معلقه مهم ملح حسب الذوق. الملحه المهم حنا عارفين القياس ديالنا. هنا عندي معلقه مع مرش ديال الخرقوم، عندي معلقه كذلك مع مرش ديال السكينجبير. هاد المقادير بالنسبه للبسطيله ديال 36. كذلك عندي راس المعلقه ديال الابزار، عندي معلقه مع مراش ديال قعقله وبسيبيسه اللي دائما كتواتى مع الدجاج، وعندي واحد الضامه ديال الزعفران. الا كان عندنا زعفران شعره هي هذيك، ما كانش كندير هنا واحد 2 ضامات ديال الزعفران كنفرتتهم مزيان فوق الدجاج. الا ما كانش متوفر كنضيفوا زعفران شعره اللي كنكونوا ديجا رطبناه قبل في شويه الماء. وهنا عندي عويدات ديال القرفه، وعندي ربطه بين قزبر ومعدنوس، وعندي واحد جايه المعلقه صغيره ديال السمن. دائما السمن كيتواتى لنا مع الدجاج، سواء كيكون الدجاج محمض ولا هذا اللي كيكون حلو ديال البسطيله. وعندي هنا كاس عامر بين خليط زيت الزيتون وزيت المائده. تقريبا هادو هما المكونات ديال هادو هما التوابل اللي غنحتاجو للدجاج. وهنا عندي واحد نص كاس ديال الماء اللي غادي يساعدنا باش يتشحر لينا هذا الدجاج مع التوابل، والدجاج يشرب لينا التوابل بهاد نص كاس تاع الماء. صافي غنحاول نشرمل هاد الدجاج مزيان ونشعل عليه البوطه ونخليه حتى يتقلى لينا مزيان ونحسوا به انه انسجم مع التوابل. وكنبقى مره كنقلب في الدجاج حتى كيتقلى لينا وكيشرب لينا التوابل. كيف لاحظتوا سديت عليه حتى هكا بدا كيشرب ليا التوابل وكيتقلى مزيان. مره كنحاول نقلب الدجاج على هذا الشكل حتى كنحس به انه تقلى صافي. وغنضيف واحد كاس عامر ديال الماء، غير كاس تاع العنبه، ما نكثروش الماء لان هذا الماء في الاخير ما غنبغيوش لان مازال غادي نضيفوا البصله، ما نكثروش الماء. صافي وغنبقى نحرك في هذا الدجاج وغادي نسد عليه
حتى يطيب. هذه هي الكميه ديال الماء. كتلاحظوا انا عندي كوكوط كبيره، كتلاحظوا اني ما كثرتش الماء. القياس ديال الماء غير اللي غيطيب فيه الدجاج صافي. وغنسد على الدجاج ديالي حتى يطيب. صافي هنا من بعد ما طاب ليا الدجاج ديالي غادي نحاول نحيدو ونصفيه في واحد الشبيكه. غنحاول نهز الدجاج كله ما نخلي حتى حاجه في هذه المريقه، لان هذه المريقه باقي مازال غادي نحتاجها. شي كتلاحظوا اننا ما خصناش نكثروا الماء، ما نكثروش الماء نهائيا. هاد المرقه مازال غادي نحتاجها. غنطيب فيها البصله، غنحاول نحيد الحيمات كاملين ديال الدجاج، نحيد دوك عويدات ديال القرفه، الا كانوا شي عظومه ولا هادي كلهم غادي نحيدهم، ما نخلي حتى حاجه، نخلي المرقه فقط، لان هاد المرقه هي اللي غنضيف فيها البصله. بالنسبه للبصله هنا عندي 2 كيلو ديال البصله اللي كتكون هكا مقطعه هكايا مشنفه بحال هذا الشكل. صافي هنا تقريبا 2 كيلو ديال البصله في هذه البسطيله ديال 36. وكندير هكا معلقه كبيره ديال القرفه، كنضيف كذلك واحد نص كاس من خليط زيت العود وزيت الزيتون، لاني مازال غادي نحتاج هذا الزيت هو باش غنخدم الورقه. مشات ليا تقطعت ليا الكاميرا ما رضيتش البال. غنضيفوا هنا واحد نص كاس بين زيت الزيتون وزيت المائده مع هاد القرفه، وغنسد على البصله حتى غطيب. غنسد عليها بالصفاره حتى غطيب. هنا في الوقيته اللي كطيب فيها البصله غنبدا نفرتت هكا الدجاج ديالي، الحيمات ديالي، ونحيد منها العظيمات والحويجات الاخرين، الشوائب الاخرين غنخلي غير الحيمه صافي. نفتتها مزيان. وياكم تنساو شي حاجه من دوك العظيمات الرقاق، لان الا نسيناهم غادي يجيو وسط البسطيله وما نقدرش نطيحوا في هذا الموقف هذا، لان هذا كوموند ضروري خصو يكون مخدوم بثقه ويكون كل شيء هو هذاك. هنا كيف كتلاحظوا الحيمات ديالي هما هادو. صافي انا فلتت اللحم كله. هذه هي البصله من بعد ما طابت غير كطيب كنبقى نحرك فيها حتى كتنشف مزيان، كتبقى غير في ديك الزويته ديالها. هادشي علاش الدجاج خصنا ضروري نطيبوه ما نكثروش الماء، غير الماء اللي غيطيب فيه. هنا صافي من بعد ما نشفات لينا البصله غادي نضيف واحد 2 معالق كبار من السكر سنيده ولا العسل اللي بغيتو. هنا 2 معالق كبار ديال السكر، وغنضيف واحد قطيره من ماء الزهر للبصله باش تجينا لذيذه. وغنبقى نحرك في هذه البصله مزيان حتى غنحس بها نشفات تماما، ما بقاتش فيها حتى حاجه ديال الماء. الزويته انا راني صفيتها لانها نشفات. المهم غير كتنشف البصله كنحيدو ديك الزويته، عاد كنضيف السكر وما زهر، وغنبقى نحرك حتى غادي تنشف. ومن موراها هنا حضرت واحد 6 البيضات، غنطربهم مزيان وغنضيفهم البسطيله. اللي ما كيبغيش البيض ما يديروش، يعني ما كيبغيش البيض ما يديروش. هنا انا مهم البسطيله ديال 36 كندير فيها 6 البيضات. هي هذه غنبقى نضيف بشوي حتى نكمل البيض كله. نبقى نحرك حتى غنحصل على هذا الخليط كله نشف، ولا بحال تقريبا غيولي لنا بحال شكل الدجاج اللي قطعنا، غادي نشف تماما. وغادو حتى هي غنعمر بها البسطيله كتجي لذيذه. المهم ديال البسطيله الاصليه اللي تعودنا عليها من جدودنا كيديروا فيها البيض. المهم هذا هو المول اللي غادي نحتاج لهاد البسطيله. الدجاج هذا هو اللي فتت معكم، هو هذا البصله والبيض هو هذا كيف ولا كيف كتلاحظوا نشف تماما. خليته حتى نشف ودرته في شبيكه. هنا عندي واحد 500 غرام ديال اللوز اللي محمرته في شويه الزيت في الفران، اولا يمكن لكم تقليوه طحنته حتى ولا بحال هكا مهرمش. وهاد الزويته هي اللي حيدت من البصله من بعد ما طابت ونشفت ليا من الماء. هي هذه الزويته ديالها غنخدم بها ان شاء الله الورقه. وغنحتاج شويه سكر كلاصي والقرفه، غنحتاج شويه ديال الزبده، وغنحتاج كذلك شويه ديال العسل. كلشي غنحطو حدايا ملي غنبدا نمونطي في هذا البسيطلاص. وهنا غنحتاج الورقه ديال الفيلو. هذه البسطيله غنحضرها ان شاء الله بالورقه ديال الفيلو. اللي عنده الورقه العاديه يمكن ليه يخدم بها. في المغرب موجوده الورقه العاديه، حنا في اوروبا ما عندناش، كنخدموا كتجينا الورقه ديال الفيلو احسن.
كتجي زوينه وكتجي مقرمشه. ما عندناش ديال المغرب، كنستعنوا بالورقه ديال الفيلو. الصراحه كتجي رائعه في البسيطلات، في البريوات، في السيجار، في كل شيء كتجي رائعه الصراحه. المهم هنا غناخذ شويه ديال الزيت اللي حيدنا من المرقه، غندهن به الطاوه النمره ديال 36 هي هذه، وكاينه اللي كبر منها ديال 40. المهم هذه ديال 36. انا خديت الورقه الاولى، انا كنحط في الورقه وكندهن دائما بداك الزيت ديال المرقه باش تجينا الورقه بنينه، وكنرش بشويه من السكر كلاصي والقرفه بين كل اي ورقه دهنتها بالزيت. كندير رشه خفيفه، غير خفيفه من داك السكر والقرفه، لانه كيعطي لذه للورقه وقرمشه كذلك. صافي غنستمر بهاد المرحله بالطريقه، وانا كنفرش الورقه كندور على الطاوه كامله، وانا دائما كندهن اي ورقه حطيتها خصني ندهن بالزيت، وكنرش بالسكر وشويه القرفه. وغندير الطبقه الاولى ديال الدجاج، غنسرح الدجاج مزيان ما كنخليه حتى بلاصه خاويه، باش اللي جاي ياكل بسطيله كيلقى كياخذ حقه من اي حاجه من هاد العماره، سواء الدجاج سواء هاد الدغميره ديال البصله والبيض كذلك. حتى هي نوزعها مزيان وسط الطاوه. كتلاحظوا وزعتها هكا من جميع في الجنيبات، في الوسط، في كل شيء. وهنايا غناخذ داك اللوز، غنضيف ليه واحد الرشه ديال القرفه وكذلك شويه ديال السكر كلاصي، وغنخلطو مزيان. وغنديرو كذلك حتى هو طبقه. كاين اللي يسبق اللوز، المهم انا سبقت الدجاج، تبعتو الدغميره والبيض، عاد خليت اللوز هو الاخير. ولكن في الماكله ملي كنبداو ناكلو راه ما كيبانش اشنا هو اللي الاول ولا الاخر، لان كلشي كينسجم مع بعضياته. صافي غنسرحو هكا اللوز كطبقه اخيره. صافي هنا من بعد ما سرحت اللوز غادي ندير واحد رشه خفيفه ديال العسل، باش كيجينا هادشي كيجي معلك. ضروري ما كندير لمسه اخيره وهي العسل يكون نوعيه جيده من طبيعه الحال. صافي وغنبدا نسد في البسطيله ديالي، كنطوي الورقه كندهن بالزيت اللي منسم بالمرقه، وكندير رشه خفيفه من السكر والقرفه كيف الاول. وكنبقى بهذه الطريقه حتى غادي نجمع البسطيله ديالي كامله غير بالمهل. واخا كتشوفوا الورقه ديال الفيلو كتقطع، ولكن ملي غطيب غتاخذ الشكل ديال الطاوه ولا الشكل ديال المول. الا تقطعات ما كيجوش باين لانها المول كيدرج كلشي، كتاخذ الشكل ديال المول. غير الورقه ديال الفيلو ضروري ما خصنا نخدموها بسرعه، لانها الا نشفات كتهرس لينا. هادشي علاش كنخدموها بسرعه كندهنوا بشويه الزبده وكندهنوا بالزيت ديال المرقه اللي طاب فيها. المهم الزويته اللي كتكون بنينه بالمرقه. المهم كنبقاو غاديين بهذه الطريقه دقه ولكن بسرعه. كنطوي وانا كنجمع في الورقه، وفي نفس الوقت كندهن بالزبده وبالمريقه بالزويته اللي عندنا اللي من السما. صافي حتى كتجمع لينا البسطيله كيف كتلاحظوا على هذا الشكل، وكنحاولوا نضغطوا عليها باش تاخذ الشكل ديال الطاوه، لان من بعد ملي غطيب غادي نقلبها في صحن التقديم مباشره. هادشي علاش ما تخافوش من الورقه ديال الفيلو، كتاخذ واخا تقطع راه غتاخذ لكم الشكل ديال الطاوه. هنا غناخذ الورقه الاخيره حتى هي كندهنها بشويه الزيت اللي من السما. صافي وغنبدا نجمع في البسطيله ديالي باش جميع العيوب غادي يضرقوا بهاد الورقه الاخرانيه. كتلاحظوا واخا تقطع ما تخافوش، غتاخذ لكم الشكل ديال الطاوه، ولا المهم غتاخذ لكم الفورمه ديال الطاوه وغتبقى مجموعه. صافي غنستمر بهذه الطريقه. من مورا ما نسالي غادي ندخل البسطيله ديالي. ضروري ما غنتكها بواحد الكيردون، غنتكها مزيان ونثقبها مزيان بكيردون، وغندخلها الفران على درجه حراره تكون متوسطه. ومن الاحسن تكون متوسطه باش طيب لينا الورقه من الداخل ومن برا باش تجينا مقرمشه وطيب في نفس الوقت. لان ماشي غادي الا جهدنا العافيه غتخلي لنا الورقه طيب من برا وتبقى من الداخل ما مقرمشاش. هادشي خاص تكون عافيه مهيله، ونخليو البسطيله ديالنا طيب على خاطرها.
وحتى تاخد اللون وتاخد القرمشه من الداخل ومن برا. هنا غناخد شويه من الورقه غنقطعوها كيف لاحظتوا بالمقص باش غنحضر واحد العشيشات في هاد لي مول ديال المول العجيب الصغيورين. نحضر بهم هاد العشيشات. هنايا خلطت من بعد ما قطعتها بالمقص، درت لها شويه من بيض البيض ودهنت هاد لي مول بشويه الزيت صافي. وغنعمرهم بهاد الورقه. اللي ما عندكمش، اللي ما كانش عندكم الكنافه كنستعملوا بهذه الطريقه، غير الورقه غنقطعوها بالمقص عوض الكنافه. كانت الكنافه يمكن لكم تخدموها بالكنافه صافي. كيف كتلاحظوا غنعمر هاد لي مول ديال المول العجيب ونضغط مزيان باش ياخذوا لنا الفورمه ديال المول صافي. وغندخلهم حتى من الفران، غير غادي يطيبوا ويتقرمشوا ويوليو ذهبيين صافي. وغادي نخرجهم. الشيشات غتلاحظوا اني غادي نزين بهم هاد البسطيله اولا هاد البسيطلات، غادي نزينهم بهاد العشيشات. انا غنصوب 4 لان عندي 2 ديال البسطيلات والثالثه للدار الوليدات. المهم غنصوب 4 ديال العشيشات باش لا حتى لو وقع شي يديفو في شي عشيش ولا هادي سميتو نلقى باش نعوضو، باش البسيطلات يجيو هما هادوك ان شاء الله. هنا من بعد ما طابتنا بسطيله صافي كيف لاحظتوا انا قلبتها مباشره في صحن التقديم. كيف كتلاحظوا كتجي واخده الفورمه ديال المول مباشره وهي سخونه. هنا غادي نكا. كيف كتلاحظوا اني كندير لها العسل في الجناب ديال البسطيله. انا غندير ليها اللوز ايفيلي اللي خليته في الفران حتى خدا ليا واحد اللون ذهبي، اللون اللي كيكون هكا ذهبي صافي. وغادي نزين به الجناب ديال البسطيله. البلايص اللي درت فيهم العسل هما اللي غندير ليهم هاد اللوز ايفيلي اللي محمر. مهم تزيين على حساب اللي متوفر عندكم، سكر كلاصي، القرفه، اللوز ايفيلي، اللوز مهرمش، اي حاجه يمكن لكم تزينوا بها بسطيله. هنا هادو هما العشيشات اللي صوبت معكم في المول العجيب، درت فوقهم البيض ديال السمان. وهنايا غندير واحد رشه خفيفه من السكر كلاصي. حطيت واحد الصحن هكا وغادي ندير السكر كلاصي حتى هو كيعطي واحد اللمسه زوينه في التزيين. كنرش صافي وغادي نهز الطبسيل ديالي غير بالمهل باش كيعطينا هاد الشكل هذا صافي. هنا عندي البريوات باللوز راني فايته حطاهم معكم في القناه، غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف ان شاء الله. كنزين بالبريوات ديال اللوز، غنحاول نستفهم هكا تقريبا تهز ليا شي 10 الحبات ولا 12 حبه. كذلك عندي هنا النوغا اللي هو الفيديو الاخير اللي شاركت معكم كيفاش حضرت معكم هاد النوغا بالزنجلان. يمكن لينا نديروها باللوز، يمكن نديروها بكاوكاو، انا هنا درتها بالزنجلان. هو الفيديو الاخير اللي حطيت معكم في القناه، غنخلي لكم كذلك الرابط في صندوق الوصف. مهم اشياء بسيطه وكتجي زوينه وكتجي هماويه باش كنزينوا البسيطلات. ما بقاتش بسطيله دابا كتحط حرفيه غير بالسكر كلاصي والقرفه، ضروري ما كندخلوا عليها هكا لمسات اللي كيجيو ويعطيوها منظر جميل وكذلك مكونات اللي كتكون لذيذه. وغنزين هكا ببيض ديال السمان، تزيين بسيط وفي نفس الوقت كيجي هماوي وكيجي رائع. المهم هي ديال البسطيله ديالنا من بعد ما زينتها وشاركت معكم حتى التزيين ديالها وطريقه التحضير من الالف الى الياء. اي واحد يمكن ليه يحضرها، سواء اللي فايتين مجربينها ولا المبتدئات كذلك قد تجيهم سهله الا تبعوا الطريقه والتفاصيل من الالف الى الياء. المهم هي ديال البسطيله ديالنا، نتمنى تنال اعجابكم، والى عجباتكم نتمنى تبارطاجيوها مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. وما تنساوش كذلك في اللذه كتجي رائعه رائعه. بعد ما حشمتنيش قدام الكليان ديالي شكروها ليا وعجبات الناس اللي ذاقوها. المهم هي ديال البسيطلات ديالنا. المهم هذا شاركت معكم مقادير ديال وحده اللي الرقم ديالها 36، يعني التبصيل المتوسط. وانا هنا درت 2 بسطيلات هما هادو، نتمنى ينالوا اعجابكم. ومهم الا عجبتكم هذه الوصفه وعجبتكم هذه البسطيله نتمنى تشاركوها مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده.
وما تنساونيش من لي لايك ومن التعاليق ديالكم اللي دائما كيفرحوني وكيخليوني نزيد نعطي اكثر واكثر. هما هادو البسيطلات ديالي بزوج اللي حضرت معكم. هنا ضوبلت انا المقادير، عطيتكم مقادير ديال الوحده في هذا الفيديو. هنا ضوبلت المقادير باش حضرت هاد جوج بسيطلات اللي الرقم ديالهم 36، يعني التبصيل المتوسط. المهم حتى لهنا يكون الفيديو ديالنا تسالى. لأول مرة يلتحقوا بالقناة ما تنساونيش من اشتراك في القناة والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من وصفاتي. ودمتم في أمان الله، إلى وصفة أخرى وإلى فيديو آخر بإذن الله.